ادي الكشري بقى جاهز معانا. كشري الحلة الواحدة، شايفين كل حاجة استوت فيه ما شاء الله اهو. وادي التقلية وادي الدقة والشطة، وبالهنا والشفا. واحلى واسهل كشري ممكن تعمليه للولاد لو انتي في شغل او جاية بسرعة وعايزة تعملي حاجة بسرعة، كله في حلة واحدة وبالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي وقناتكم حبي نفسك واهتمي بيها. النهاردة هنعمل الكشري المصري اللي في حلة واحدة. طبعا احنا في ناس كتير بتستصعب ان احنا نعمل كشري علشان خاطر الحلل الكتير والحاجات الكتير اللي احنا بنعملها. النهارده هنعمله بابسط طريقه واسهل طريقه وفي حله واحده، ومش هياخد منك لا وقت ولا مجهود. في حاجات كده لازم نجهزها. هنعمل ايه؟ طبعا هتبداي تجيبي العدس بجبه وتنقيه ونحط عليه ميه سخنه لمده ساعه، او ميه سخنه تغطيه لمده ساعه، وهنغطيه كده ونسيبه. طبعا الرز هنقيه اهو، الرز المصري العادي هنقيه. هتبداي تقشري برضو توم اهو. كل الحاجات دي لازم تجهزيها عشان تبقى جنبك كده. هنبدا نجهز المكرونه، النوعين المكرونه اللي احنا عايزينهم. صلصه الطماطم، نجيب الطماطم وتروحي عصراها زي ما انت شايفه كده. طبعا كشري يعني تقليه. نبدا نجيب البصل، جيبي كده 4 بصلات كده محترمين دول، بس ده بصل ابيض. وتجيبي اللي هي بتاعه الشيبسي، اي قطعه شيبسي عندك، وهنبدا نقطعهم فيه. دي اول حاجه. بعد ما قطعنا البصل حلقات زي ما انت شايفه كده، هنبدا نجيب معلقه نشا كبيره ونحطها عليه عشان يبقى مقرمش كده وحلو. نقلبه في حله على النار، حطينا حبه زيت. نحط حبه زيت حلوين كده عشان الحله دي اللي هنعمل فيها كل حاجه. ماشي، ده الزيت سخن، هنبدا ننزل بالبصل. بسم الله. مش هنحط كتير عشان خاطر نديله فرصه ونعرف نقلبه وما نسيبوش يحمر لحد ما يتحرق. هوريكي ازاي نطلع لونه حلو ذهبي عشان ما يتحرقش منه. طبعا بنبدا نقلب فيها، هي دقيقه يعني حاجه بسيطه كده واشيلها. هبدا طبعا اشيلها دلوقتي علشان خاطر هي بتغمق كمان بعد ما بنشيلها. تبدأي تحطيها على مناديل. طبعا حطينا البصل تاني، وتفضلي تعملي كده لحد لما تخلصي الكميه بتاعتك. برضو مش هنسيبه لحد بس يدوبك لونه يحمر، وبنطلعه باللون اللي انتوا شايفينه ده. اللون في الكاميرا غامق لكن هو فاتح خالص. بصي هعمل كده. خلصنا البصل في نفس الزيت، طبعا صفيت الزيت، وهنبدأ نحط الشعرية. عايزينها لونها ذهبي كده. لحد ما الشعرية تحمر كده تعالوا نشوف البصل هنعمل فيه. البصل زي ما انتوا شايفين لونه الجميل. هنبدأ بأي حاجة بس نكسره. انا عندي بتاعت ايدي الهون دي، عشان يبقى زي بتاع المحلات، حاجات بسيطة يعني. نقرمش ازاي. نبص على الشعرية كده بقى ونقلبها شوية. عن العدس اللي احنا كنا نقعينه بمية سخنة هنبدأ نصفيه ونغسله كويس جدا. ادي العدس غسلناه وحطيناه في المصفى، وهنبدأ بقى نروح نشوف الشعرية. بعد ما الشعرية بتاعتنا احمرت هننزل بالرز.
بعد ما نزلنا بالرز ده قلبناه، وبعد كده هنبدأ ننزل بالعدس، وهنبدأ نقلب العدس مع الرز مع الشعرية زي ما انتوا شايفين. هنبدأ نضيف بقى المكرونة وهي المقصوصة والسباكيتي. تمام، نحطها كده على الوش وما تقلقيش كل دوت هيستوي. هنبدأ ننزل بالمية بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. المية لازم تكون سخنة. نبدأ نحط الملح. بسم الله. والكمون. ادي الكمون. انا بحب احط كزبره ناشفه، هو كده ممكن انتي لو انتي بتحبي كده ماشي، لكن انا بحب احط حبه كزبره ناشفه صغيرين كده. وهنبدا نقلب. كل ده هيستوي ما تقلقيش. بعد ما قلبنا الملح والكمون هنبدا دلوقتي نغطي عليها، سيبها تتشرب مع نفسها. الرز بيتشرب، هنبدا احنا نعمل دلوقتي الصلصه. نحط حبه زيت، حبه ثوم مفرومين، وننزل بالطماطم اللي احنا عاملينها في الخلاط. طماطم حمرا عشان انا حاطه فيها قرن بابريكا رومي احمر. في الصلصه بتاعتنا هنحط ملح، حبه كمون، حبه بابريكا، وحبه كزبره ناشفه. وبتبداي تقلبيها وتسيبيها بقى مع نفسها لحد لما تتسبك. الرز بتاعنا بدأ يتشرب، هنبدأ كده نقلبه مع بعض. شايفين المكرونه بقت طريه خالص اهي، كله ان شاء الله يستوي. هنغطي عليه ونرجع له لحد لما الصلصه تتسبك عندنا والكشري كمان يستوي. هنبدأ دلوقتي نعمل الدقة. ادي حبة ثوم مفرومين، وهنبدأ نعصر عليهم ليمونة. بسم الله. طبعا الليمون الايام دي غالي، فاحنا هنكتفي بليمونة واحدة ونكمل بقية الموضوع بخل. ونحط حبة خل، هنحط كزبرة من ناشفة، هنحط حبة كمون، هنحط ملح، ونحط حبة مية. في ناس بتعملها على النار، بس انا بحب اعملها على البارد عشان النار بقى زيت وشغلانه بقى كده. لا، احنا عايزين نعمل حاجه كده صحيه شويه اهو. احلى الدقه مش بتحتاج حاجه تاني اكتر من كده. ايوه كده الصلصه بقت جاهزه معانا. شايفين سمكها عامل ازاي؟ شايفين كده؟ خلاص احنا بدأنا نطفي عليها، والكشري كمان بدأ يستوي. هنبدأ نعمل اخر حاجة هي حبة شطة. يلا ندلع الكشري بتاعنا ونعمل شطة. في طاسة فيها حبة زيت على النار كده، الزيت معانا سخن. هنبدأ ننزل بالشطة بتاعتنا. هنبدأ نقلب الشطة. هنبدأ نحط الصلصة لما لونها يغمق شوية.
ريحتها فظيعه يعني، بس حاولي تبعدي شويه. لونها كده نقي معانا شويه، هنبدا ننزل عليها بحبه صلصه. بسم الله. نقلبها. دي صلصه الزيت بتبقى حاميه جدا. في ناس بتعمل الصلصه دي على البارد يعني من غير ما تخلي الزيت يسخن. خليها شويه على النار ونبدا نقطعها. ادي كده شكل الكشري بعد لما خلص. هنبدا بقى نزينه ونيجي نقيس الشطه بتاعتنا، ودي الدقه. واحلى كشري مصري ممكن تعملوه في حله واحده ومن غير ما تعملي اي مواعين وبكل سهوله. ولو وصلتي معايا كده ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. الكشري بقى جاهز معانا، كشري الحلة الواحدة. شايفين كل حاجة استوت فيه ما شاء الله اهو. وادي التقلية وادي الدقة والشطة، وبالهنا والشفا. واحلى واسهل كشري ممكن تعمليه للولاد لو انتي في شغل او جاية بسرعة وعايزة تعملي حاجة بسرعة، كله في حلة واحدة وبالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.